السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل متابعين قناة الشيف محمد سلام. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم وصفة جميلة، وصفة لذيذة بتتعمل في كل بيت، وهي المكرونة بالبشاميل. وأول ما هنبدأ إن شاء الله هنبدأ بطريقة عمل بشاميل. عندنا الحلة بتاعتنا فيها شوربة دجاج، فيها لبن، فيها ماجي دجاج، فيها ملح، فلفل أبيض، جوز الطيب. بننزل هنا بالحلة التانية فيها زيت مع زبدة عشان نعمل الروبلاي بتاع البشاميل بتاعي، أو الرو بتاع البشاميل بتاعي. بتبقى عبارة عن زبدة مع دقيق. ولما بتسخن كويس بنبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا واحدة واحدة. نخلي الحلة التانية بتاعتنا اللي فيها اللبن أو فيها الصوص بتاع البشاميل على جنب، اليمة التانية تغلي. ونبدأ إن احنا نخلط الزبدة مع الزيت كده، ونحاول بقدر الإمكان ما ننزلش بالزبدة الأول علشان ما تسودش. ننزل الأول بالزيت، بعد كده ننزل ورا منه بالزبدة، ونسيبها كده زي ما انتم شايفين دقيقتين تلاتة بس تسخن الزيت مع الزبدة. ونبدأ بعد كده ننزل بالدقيق بتاعنا. كل فترة بقلب في الخليط بتاع اللي هو اللبن مع شوربة الدجاج. لو عايزين نستغنى عن شوربة الدجاج مفيش مشكلة، نطعم دجاج ببودرة أو دجاج مكعبات، مفيش مشكلة لو ما عنديش شوربة. خلاص الزبدة مع الزيت بتاعي سخن كويس. ببدأ إن أنا أنزل بالدقيق بتاعي واحدة واحدة زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. هنزل بالدقيق واحدة واحدة وافضل اقلب، بقلب كده زي ما انتم شايفين واحدة واحدة، عشان الدقيق بتاعي برضه ما يتكتلش ويخرز معايا في البشاميل بتاعي. وبحاول بقدر الامكان ما اخليش البشاميل بتاعي سميك. انا عايز البشاميل بتاعي يكون قوامه مناسب للمكرونه بتاعي، لان كل ما البشاميل بتاعي بقى سميك بقى مش كويس، وبحس ان انا باكل بشاميل ما باكلش مكرونه. وما زودش كميه البشاميل على المكرونه، خلي كمية البشاميل كمية مناسبة خفيفة. هي اسمها مكرونة بالبشاميل، مش بشاميل بالمكرونة. وفي بعض التريكات وبعض الحاجات اللي احنا هنعرفها مع بعض اللي بتخلي المكرونة بتاعتي ماسكة مع بعضها كويسة. ديت ان شاء الله هنشوف كل حاجة احنا في الفيديو دلوقتي واحدة واحدة، وهنشوف كل شيء مع بعض ان شاء الله. خلاص زي ما انتم شايفين في الفيديو بدأ الخليط بتاعي يتجانس مع بعضه، بدأ الدقيق هيستوي. ما بحاولش برضه اخلي الدقيق بتاعي تقيل، انا عايز يستوي عشان اعرف انزل بيه ما يخرصش معايا. اهو قدامنا كل حاجة اهو. هبدأ دلوقتي في مرحلة التسوية بتاع الخليط. خلاص كده انا اتأكدت ان هو استوى كويس. هبدأ ان انا اخلط الخليط بتاع اللي هو الدقيق مع الزبدة ومع الزيت. خلاص اللبن بتاعي غلي كويس، ببدأ اقلبه علشان التوابل اللي على الوش اللي هو الفلفل الابيض وجوز الطيب دول، ببدأ اقلبهم كويس قبل ما بنزل بالخليط بتاعي. خلاص اهوت بنزل واحدة واحدة، احاول انزل واحده واحده، ما انزلش بالمكونات كلها مره واحده او بالخليط كله مره واحده عشان البشاميل بتاعي ما يربطش معايا جامد. انا عايز قوام البشاميل له خفيف وله تقيل. بنزل واحده واحده اهوت، وبفضل اضرب. المرحله ديت مهمه جدا في الضرب. شايفين بدأ الخليط يتقل معايا اهو، بدأ يتقل معايا اه، باين من شكله ان هو بدأ يتقل. افضل اضرب جامد. لسه مستمرين في الضرب، هيعوز تاني شويه اهو. خلاص كده لا مش هيعوز.
ده القوام بتاعه، لان البشاميل بتاعي كل ما بيبرد كل ما بيتقل، له كريمه وله لبن، اتقل من الكريمه. جينا دلوقتي هنعمل اللحمه بتاعتي. انا هنا بشتغل بلحم ضاني، نزلت الاول بورق اللورا والقرفه في المربع بتاعي او في الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين، علشان انا عايز اخد الريحه بتاعه التوابل الفواحه ديت منها. بعد كده بنزل بالكرفس والكرات، بلفهم مع بعض، والبصل دقيقتين 3 لحد ما يتبلوا. خلاص بفضل احرك فيهم كويس. زي ما انتم شايفين كده اهوت. هبدأ انزل بالثوم بتاعي. نزلت بالثوم. انا هنا بعمل كمية كبيرة، فعلشان كده عندي كل شيء كتير. بسيب الثوم بتاعي برضه يتجانس مع الخليط بتاعي اللي انا نزلت بيه دلوقتي. ده روزماري فريش، لو مش موجود عندنا خلاص مفيش مشكلة. اي حاجة مش موجودة بنحاول نشوف لها بديل، لما مفيش بديل خلاص بنشتغل على قد الامكانيات اللي موجودة معانا. خلاص قلبنا اهوت، بدأ الخضار بتاعي يستوي. بنزل باللحمة. دي لحمة ضاني مفرومة وش واحد. بنزل بيها واحدة واحدة، وهبدأ أقلبها كويس. لو في ناس حابة تتأكد وتعصج اللحمة كويس، تسلقها الأول قبل ما تشتغل بيها، مفيش مشكلة، دي طريقة كويسة برضو. في كذا طريقة. وملحوظة صغيرة بس ما ننساش إن احنا نعملها بعد ما الصوص بتاعي بيخلص، بشيل ورق اللوري أو ورق الغار اللي أنا حطيته، وبشيل عيدان القرفة الخشب. أنا بس عايز آخد منها الريحة، لأن دي ما ينفعش تحط في المكرونة بعد ما أقفلها. اهو بنزل باللحمه بتاعتي واحده واحده واقلب كويس. لازم الحله بتاعتي او الحاجه اللي اعمل فيها اللحمه تكون سخنه جامد. انا مش عايز اللحمه تجيب ميه، ما ينفعش اللحمه تجيب معايا ميه. عندي الابيض ده حته دهنه او ليا ضاني، بنزل بيها كلها تتقسم مع بعضها. دلوقتي شوف اللحمه لما نشفت عملت ازاي. اه كلها بقت فرافيت صغيره خالص اهيت، علشان الحله بتاعتي سخنه جامد، لان اللحمه بتحب نار شديده. ما جابتش ميه. المربى عندنا هو ناشف، ما فيهوش اي ميه خالص ولا اي سوائل. هبدا دلوقتي. انا بفضل ان انا انزل بالتوابل بتاعتي دلوقتي، مش عايز ازود توابل يا جماعه. فلفل ابيض كميه بسيطه، نص معلقه فلفل اسود. اهم حاجه طالما ان انا هشتغل بلحمه ضاني ازود قرفه علشان الريحه بتاع الزفاره بتاعت الضاني. ده ريجانو مش كزبره ولا كمون. ملح. يبقى انا حطيت التوابل بتاعتي: ملح، فلفل ابيض، فلفل اسود، ريجانو، قرفه. ازود قرفه شويه مفيش مشكله، علشان خاطر الريحه بتاعت اللحمه الضاني بتاعتي. وبعد ما انا بقلب التوابل مع بعضها كده، بنزل بمعلقتين صلصه طماطم اللي هي الصلصه البوريه اهي، عشان انا عايز اللون بتاعي يكون احمر برضو، عشان اخلي المكرونه بتاعتي برضو حمرا. لان انا مش هعمل المكرونه طبقات، انا هقلب المكرونه كلها مع بعضها في نفس الخليط ده. وهتشوف ازاي ان انا بعمل مكرونه متماسكه، وان انا اقطعها قطع متساويه وقطع مظبوطه بدون اي تعب بدون اي شيء. بستمر دايما في التقليب، احاول ايدي ما تخرجش بره اللحمه، استمر في التقليب دايما على طول. 5 دقايق ولا 10 دقايق وهننزل بصلصة الطماطم. عندي صلصة طماطم برضو حوالي 2 كيلو طماطم مفرومين اهو، طماطم فريش نزلت بيها.
لازم انا بنزل بعمل المرحله ديت، ولسه برضه هنزل كمان بشويه ميه صغيرين علشان اسوي اللحمه بتاعتي. انا عايزها صوص بولونيز كويس او صوص لحمه عصاك كويس. انا عايز صوص بولونيز كويس معايا، حاجه كويسه. نزلت بالميه اهوت، وهسيب المربع بتاعي يغلي عليها حوالي نص ساعه وساعه الا ربع. انا عايزها تاثر تاثير جامد، انا عايزها تشرب الميه اللي فيها دي كلها. بس انا عايزها لحمه يابسه ناشفه، وفي نفس الوقت تكون مستويه، وفي نفس الوقت تكون اخدت اللون وطعمها كويس، وحاجه كويسه ترضيكم ان شاء الله. استمر في التقليب زي ما انتم شايفين. خلاص هنسيب اللحم بتاعنا او صوص البولونيزا بتاعنا يغلي مع نفسه. عند الميه بتاعتي هسلق فيها المكرونه. احنا معاكم خطوه خطوه، كل حاجه جايبينها بالتفصيل. معلش هو الفيديو طويل شويه، بس معلش علشان برضو نستفاد، مفيش اي حاجه تعدينا. بدات ان انا احط كميه زيت صغيره في الميه، وحطيت الملح بتاعي. بسيب الميه بتاعتي تغلي براحتها خالص على ما اجيب المكرونه بحط الملح اهوت. ما احاولش ازود ملح لان انا عندي اللحمه واخده ملح، والبشاميل واخد ملح. خلاص البشاميل بتاعي ببدا اجهز في السفنديشات بتاعتي. على ما المكرونه تتسلق بحط في ارضيه السفنديش كميه بشاميل مناسبه، كميه صغيره. شايفين البشاميل خفيف معايا رايح جاي اهوت كده. القوام بتاعه تمام، مفيش منه اي مشكله خالص. على فكره هو برد اهوت او لسه دافي. ببدا ان انا احط في السفنديشات بتاعتي كده في الارضيه، بجهز نفسي وبجهز حالي للشغل علشان خاطر المكرونه بتاعتي اتسلقت اهيت. خلاص بحط المكرونه في الميه بالظبط. نوعيه المكرونه ديت بتاخد بالظبط حوالي 7 دقايق. وبحاول ان انا ما اسويش المكرونه زياده، ما اديش المكرونه سوا زياده، عشان لسه هتخش في مرحله تقليب، ولسه هتخش في مراحل كتير. هتتقلب معايا مع الخليط بتاع اللحمه، ولسه هحط عليها حاجات تانية كتير، وهتخش الفرن. فاعمل حساب الحاجات دي كلها. خلاص سلقت المكرونه اهوت تمام. شايفين المكرونه شكلها عامل ازاي؟ ويا ريت بختار نوعيه المكرونه النظيفه اللي انا هشتغل بيها. نزلت بالمكرونه بتاعتي في المربع زي ما انتم شايفين مع اللحمه، كله قلبته مع بعضه اهو. هبدا اعبي البلاد بتاعتي. ويا ريت انا حطيت على الخليط ده كله شويه بشاميل من البشاميل بتاعي مع شويه جبنه موزاريلا. اديته بشاميل مع المكرونه علشان لما احط المكرونه في السفنديش بتاعي تفضل ماسكه ببعضها كويس، تفضل ماسكه وتعمل طبقات. بحط كميه بشاميل بسيطه زي ما انتم شايفين كده اه. عايز ازين البوله بتاعتي مع شويه بيستو وشويه صوص طماطم وشويه جبنه، ويبقى شكلها كويس وشكلها جميل اهو. ببدا ان انا ازين البوله بتاعتي مع شويه بيستو اهو، خطوط. حاجات سهله وحاجات بسيطه بس بتفرق معانا في الشكل طبعا. عندي عزومه، عندي اي شيء، بعمل حاجه تشرفني. وعلى فكره ما تعبتش فيها ولا اي حاجه، كلها حاجات سهله وكل الخامات موجوده في اي بيت. وابدا احط كميه جبنه بسيطه. مش شرط ان انا التزم بالموزاريلا، في عندي في جبنه رومي، في جبنه شيدر، اي شيء، اي نوع جبن. بس بصراحه انا ما بفضلش ان انا موضوع صفار البيض فوق المكرونه. ما بفضلش انا موضوع صفار البيض فوق المكرونه. ابدا ادخل المكرونه بتاعتي في الفرن بعد ما قفلتها ومسحت السفنجات ونضفتها. بدخلها على درجه حراره 180، وبخليها لما تاخد وش حوالي نص ساعه او تلت ساعه اهو. الفرن بتاعنا الجميل خلاص. ركبنا المكرونه في الفرن، نقفل ونقول لها مع نفسك شويه. وادي المكرونه بعد ما طلعت، شايفين الشكل عامل ازاي؟ حاجه جميله والريحه جميله. ونقدر نقول لكم بألف هنا والشفا. كان معكم الشيف محمد سلام.